في الفيديو ده هجاوب على كل الاسئله اللي اتبعتت لي في الاسبوع الاخير عن الاستثمار، وكمان هقول لك نصايح عمليه عشان تستفيد بيها من كل الاسئله اللي اتسالت. وخلي بالك ان سؤالك ممكن يكون واحد منهم حتى لو مش انت اللي سالته، ممكن يكون سؤال بس بيدور في دماغك كده، وان شاء الله هجاوب عليه دلوقتي وانا بتكلم. اول سؤال، نوره بتقول تنصحني اعمل ايه كمبتدئه في الاستثمار ولسه كمان حديثه التخرج، يعني مرتبي صغير. لازم نفهم حاجه معينه في الاول، ان احنا بنستثمر فلوس عشان يبقى معانا فلوس اكتر، مش لما بيكون معانا فلوس كتير بنستثمر فلوس. حتى لو انت مرتبك صغير، حتى لو انت معكش فلوس كتير، حاول تقتطع جزء كده صغير من الراتب بتاعك او اي دخل بيدخل لك، والجزء ده تحطه بقى في ادوات استثمار مختلفه. ادوات استثمار زي ايه؟ زي صناديق الدخل الثابت، صناديق الذهب، صناديق الاسهم. فدول اهم 3 حاجات مثلا ممكن ان انت تستثمر فيهم في الوقت الحالي. طبعا ممكن تستثمر في اسهم شركات بعينها، لكن انت لو ما عندكش وقت وما عندكش خبره ولسه مبتدئ، فبنصحك طبعا الفلوس اللي توفرها دي تحطها في صناديق استثمار، سواء بقى اي صناديق من الانواع ال3 اللي انا لسه قايلهم دلوقتي. طب انصحك تعملي ايه لو انت مرتبك صغير؟ اول حاجه تحسبي الالتزامات بتاعتك، يعني انت بتشوفي الاول ايه الالتزامات المهمه، مثلا لو بتدفعي سكن او بتدفعي فواتير، او مثلا في مواصلات للشغل بتاعك، فلوس للذهاب والعوده من الشغل، فلوس الفطار مثلا لو بتفطري. بس حاولي تقللي الالتزامات بتاعتك على قد ما تقدري، او يعني تحسبي الضروريات بس. يعني الفطار بره ما يعتبرش التزام، القهوه بره ما تعتبرش التزام، لكن نحاول على قد ما نقدر نحط جزء الالتزامات نحسبه، وتحطي لنفسك جزء كده صغير للرفاهيه وجزء برضه للاستثمار. لكن اللي الناس بتعمله بقى انها ايه، بتمشي الشهر بالعكس، اللي هو انا الاول هصرف وابقى اشوف بقى لو اتبقى حاجه في اخر الشهر ابقى ايه استثمر منها او ابقى احوش منها. لكن يعني عشان تتعامل بفلوسك بشكل ذكي، اعمل من العكس، من الاخر للاول. يعني اول ما تستلم الراتب بتاعك حاول دايما ان انت تقتطع جزء منه، وده يكون الجزء الخاص بالاستثمار او الجزء الخاص بالادخار. بعد كده بقى تحسب التزاماتك ورفاهياتك وكل الحاجات دي. محمود وعبد الرحمن بقى بيسالوا الفرق بين التداول والاستثمار. التداول والاستثمار يعني هما ممكن يكونوا حاجه واحده، لكن الفرق في تصرفك انت. يعني ايه؟ يعني مثلا المتداول والمستثمر بيشتروا نفس الحاجات وبيكسبوا من نفس الحاجات، بس الفرق ما بينهم هي طريقه التنفيذ وتوقيت التنفيذ. يعني انا مثلا لو بشتري سهم في شركه جهينه النهارده وبسيبه بقى سنه كامله، انا كده مستثمر. اما لو انا عايز اشتري النهارده وابيع بكره او اخر الاسبوع واشتري تاني في سهم تاني بعد اسبوع، المهم ان انا بحاول اعمل كذا عمليه، فانا كده متداول، او يعني ايه، مضارب يومي، اللي هو بيخرج ويدخل في الصفقات بشكل اسرع بكتير قوي من المستثمر. المستثمر بياخد وقت طويل في الصفقه بتاعته. طب مين فيهم الاحسن، التداول ولا الاستثمار؟ هو ما فيش حاجه احسن من حاجه، كل حاجه على اساس انت يعني عندك وقت قد ايه، عندك خبره ومهاره قد ايه. في البدايه طبعا بفضل ان انت ما تعملش اي تداول بفلوس حقيقيه. لو هتعمل تداول جرب تداول تجريبي. كل المنصات تقريبا منهم ثاندر بتوفر لك اوبشن ان انت تعمل تداول تجريبي او ديمو تريدنج، بيديك 100,000 كده رصيد وهمي، وتبدا بقى انك تجرب على السوق الحقيقي، تشتري وتبيع وكده. اما في الاول خالص لا، انت فلوسك استثمرها على المدى الطويل في صناديق، عشان يعني يكون الموضوع بالنسبه لك مضمون. لان برضو التداول اليومي ده ممكن يخسرك اكتر، لان زي ما في فرصه ربح اكتر، هو برضو في فرصه يعني خسائر اكبر. لانك لو بتشتري مثلا سهم دلوقتي سعره 10 وهتبيعه بعد سنتين وهو سعره مثلا 20 جنيه، فانت كده ايه، كسبت من 10 ل 20. المتداول بقى اليومي بيعمل ايه، او اللي هو سوينج تريدرز، يشتري عند 10 يخرج عند 12، السعر ينزل تاني ل 11 يشتري يخرج عند 13. فطبعا عايز وقت ومجهود وتحليل وخبره كبيره قوي عشان يبقى ضامن انه بيدخل صح، لان زي ما قلت فيها مخاطره كبيره. طب تقسم فلوسك ازاي في الاول؟ انت براحتك. يعني انا رايي لو انت يعني متعلم كويس، تحط جزء من فلوسك في الاستثمار وجزء انت تتعامل بيهم كمتداول، وكمان يعني حاول ما تخلطش بينهم. يعني ما تبقاش مثلا متداول وعارف ان انت داخل السهم ده كمضاربه على المدى القصير، لكن لما بتخسر فيه ما يعني ما تحبش انك تخسر. لا، لو انت متداول خليك عارف ان انت الخساره جزء من الرحله بتاعتك. فلو هتتقبل الخساره على المدى القصير تمام، لان المتداول لازم يقص خسارته بدري. اما المستثمر فما عندوش مشكله ان انا اخسر الشهر ده الشهر الجاي، لان السهم هيرتد بقى على المدى الطويل بعد سنه او بعد سنتين، فانا ما عنديش مشكله في ده. لكن طبعا على المدى الطويل الاستثمار اكتر ربحيه واكتر راحه نفسيه كده عن الايه، عن التداول او الصفقات السريعه. بس برضو التداول السريع فيه فرص حلوه جدا ولازم ان انت تقتنصها لو انت عندك وقت انك تتابع.
عبد الرحمن وإسراء بقى هنا بيسألوا عن الأسهم أو الشركات بالتحديد. الشركات أو الأسهم فيها مخاطرة طبعا أعلى بكتير من الصناديق، لأن أنت في الصندوق بيبقى فيه أكتر من شركة، فاحتمالية قد إيه كده إن 30 شركة مع بعض يخسروا؟ طبعا احتمالية صعبة جدا، أو 100 شركة مع بعض يخسروا احتمالية صعبة جدا، خصوصا إن الاقتصاد المصري من الاقتصادات النامية. يعني الاقتصاد المصري على فكرة في تحسن في الفترة الأخيرة، الشركات بتكبر، السوق بيتحسن، فصعب قوي إن كل الشركات تخسر في نفس الوقت اللي انت مستثمر فيها بصندوق. على عكس ان ممكن شركه واحده بس تخسر، ممكن شركه واحده انت شاري فيها اسهم كتير يعني تعمل خسائر كبيره، او يحصل عليها خبر مثلا ياثر على سعر السهم بشكل كبير، فتخسر فلوس كتير قوي. فالافضل ان انت توزع استثماراتك في صناديق، خصوصا لو انت مبتدئ. طيب لو انت بقى عايز تتعلم اكتر عن تحليل الاسهم في الشركات، لان برضو الشركات فيها فرص جامده، لان صعب قوي برضو ان فرصه او شركه تتضاعف ثمنها مره واحده، لكن 30 شركه بقى يتضاعفوا مره واحده دي صعبه جدا جدا. لكن تقدر بقى بدراسه التحليلات الخاصه بالشركات انك تقتنص الفرص دي. طيب ايه التحليلات دي؟ اول حاجه طبعا التحليل الاساسي. التحليل الاساسي ده لدراسه بقى القوائم الماليه بتاعت الشركه، دراسه الاخبار الاقتصاديه وممكن تاثر على السوق ازاي، البنوك المركزيه والاخبار الجيوسياسيه، اتفاقيه غاز مثلا هتاثر على المصانع، اتفاقيه مثلا تجاره هتاثر على شركات الحاويات او شركات النقل البحري. فانت بقى بتفكر في كل الايه المعطيات دي. فده نوع من التحليل الاساسي. التحليل برضو الثاني هو التحليل الفني، اللي انت بتمسك رسم بياني كده وتقعد تشوف احسن نقط دخول، وبترسم بقى على الرسم البياني خطوط دعم، خطوط مقاومه، بتشوف مؤشرات انديكيتورز بترسمها على الرسمه، تشوف مناطق سحب السيوله وضخ السيوله تقدر تدخل منين بالظبط. فده نوع تاني من انواع التحليلات. فلو درست النوعين دول تقدر طبعا انك ايه تستثمر فيهم. اهم حاجه ما تاخدش توصيه من غير علم كده وتدخل عليها وانت اهدافك غير اهداف حد تاني. يعني مثلا سؤال بسمله ده اللي عايزه تجيب ايفون 17، هي محدده بالظبط هي عايزه ايه، بس مش محدده مثلا تايم فريم او مده زمنيه معينه. يعني ايفون ده عايزاه بعد سنه، عايزاه بعد سنتين، عايزاه مثلا في مده قصيره. طب هي تقدر تحوش قد ايه او توفر قد ايه؟ كل المعطيات دي عايزينها عشان نقدر ايه نحط ليكي خطه ان شاء الله يا بسمله. بس الفكره ان انت لما بتاخد بقى توصيه شراء من حد، هو ما بيكونش عارف ظروفك. اولا دي فلوسك، انت اكتر واحد خايف عليها. هو ممكن يكون عنده نسبه تحمل للمخاطره مش عندك. افرض انت مثلا فلوسك ال 10000 جنيه اللي حاططهم، او حتى لو 100 جنيه انت حاططها بس انت محتاجها، فانت احتياجك ليها هيخليك ما عندكش الرفاهيه ان انت تغامر بجزء منها او ان انت تخسرها. فخلي بالك ان انت لما بتاخد من حد مثلا توصيه شراء، انت مش بتاخدها كامله. انت ما بتاخدش مثلا هتخرج فين بالظبط وفي مده قد ايه، والريسك اللي انت تتحمله او يعني مقدار الخساره اللي انت تتحمله قد ايه. ماريو بقى بيسال هل فات الوقت ان انا اشتري في سهم جورميه؟ وكمان بيقول ان انا اخر فيديو عملته او في فيديو عملته كنت بقول علامات كده لو لقيتها في السهم ما تشتريش فيها، وكلها موجوده في جورميه. طيب ما دام كلها موجوده في جورميه يا ماريو يبقى ما تشتريش فيه. لكن يعني برضو انا ما اقدرش اقول لك اشتري او ما تشتريش في حاجه بشكل ايه بلين كده او بشكل ايه صريح كده من غير ما يكون فيه اسباب. سهم جورميه هو كان فرصه اكتتاب عام. يعني انت دايما ايه اي فرصه استثماريه بيبقى فيه مخاطره قصادها ربح. يعني انا يا اما اخسر 10 جنيه او اكسب 10 جنيه، اخسر 100 جنيه او اكسب 100 جنيه. ففي مخاطره كده ايه ريسك تو ريورد ريشيو، او نسبه المخاطره الى نسبه الربح. فنسبه المخاطره الى نسبه الربح في سهم جورميه اول ما بدا كانت عظيمه جدا، لان انت ما فيش اي ريسك، انت ما كانش ممكن انك تخسر. فطبعا انا كان لازم اشتري في جورميه، لان انا في صندوق هيغطي خسارتي مثلا لمده شهر. فانا مش حابب ان انا ابيع بخساره خالص في سهم جورميه. لكن اول ما السهم بدا بقى التداول عليه وعمل اكتر من 40%، فانا شخصيا بعت جزء كبير من الاسهم بتاعتي في جورميه، لان انا كده خلاص انا في اسبوع واحد عملت 40% من السهم ده. خلاص انا هخرج هاخد ارباحي واخرج. هو ممكن يزيد اكتر، ما بقولش انه ممكن ما يزيدش، عادي ممكن يزيد اكتر، ممكن يعمل 50 60 70% 100% عادي ما فيش مشكله. لكن التارجت اللي انا عايزه من سهم جورميه انا اخدته، خرجت خلاص، ما بقتش محتاج منه حاجه تانيه. دلوقتي بقى الاستثمار فيه في مخاطره عاليه جدا عن الايه عن الربحيه. دلوقتي هو ممكن ينزل لسعر الاكتتاب، ينزل تحت كمان سعر الاكتتاب. فكل حاجه فيها مخاطره الى ربح. فانا دلوقتي نسبه المخاطره الى الربح في سهم الجورميه مش بصراحه ايه يعني مش نسبه ارجح ان انا ادخل فيها في الوقت الحالي. لكن هو طبعا في فرصه ربح اكيد، ما دام سعره دلوقتي 10 جنيه مثلا، فالناس شايفه او السوق شايف ان قيمته 10 جنيه، فده معناه ان هو جامد. عائشه بقى بتسال تداول الفوركس حلال ولا حرام؟ انا طبعا مش شيخ يا عائشه ان انا اعرف يعني حاجه معينه حلال ولا حرام.
بس انا عملت بحث كتير قوي، لان انا يعني استثمرت، او اصلا بدايتي في الاسواق الماليه كانت من اكتر من 7 سنين، كانت بسوق الفوركس. فانا اتعلمت كتير قوي عن سوق الفوركس، حتى ان انا عملت كتاب عن الفوركس وعن التحليل في الفوركس، وقعدت سنين ادرب في الفوركس، وكنت دربت اكتر من 2000 واحد في مجال الفوركس او في التداول في الفوركس. لكن بعد فتره كبيره جدا ايقنت ان انا مش بشتري اي حاجه. يعني الفوركس ده هي عباره بس عن ارقام بتطلع وبتنزل، انت ما بتشتريش اي اصل مالي. حتى الحساب اللي هو بيقول لك انه حساب اسلامي، هو في 3 حاجات يعني ممكن يكونوا شبهه اسلاميه كبيره، ده من البحث اللي انا عملته يعني، او شبهه دينيه كبيره. وعلى فكره الشبهه الدينيه يعني، لو انت مثلا ايه، لو ماريو اللي بتسمع السؤال اللي قبله خليك برضو قاعد، لانها مش بس فكره دينيه او اسلاميه، لا، انت الفكره برضو بتاعتنا هنا ان انت بتعمل حاجه اصلا اقتصاديا كده مش صح، ففرصه المخاطره فيها برضو عاليه، لان فرصه ان انت يتنصب عليك في الموضوع ده، او ان انت تخسر حاجات كتير برضو ممكن تكون فرصه كبيره. فاول حاجه عندنا اللي الحساب الاسلامي فعلا بيلغيها هي رسوم التبييت. يعني انت لو فضلت فاتح صفقه لبعد الساعه 12 بينزلك عليها ربح، او بياخد منك فلوس حتى لو انت يعني ما عملش حاجه. يعني تخيل كده شاري سهم او شاري ذهب او شاري عمله، فهو بعد الساعه 12 بالليل بينزل لك ارباح، او بيخصم منك فلوس من غير اي حاجه او من غير اي سبب. فدي الحسابات الاسلاميه بتلغيها، ودي كويسه قوي بصراحه. حتى يعني لو انت مش مهتم انك تعمل حساب اسلامي، لكن لو بتتداول في الفوركس فدي بتشيل من عليك جزء كبير قوي من ان انت ممكن يتنصب عليك في حاجات كتير قوي وانت مش واخد بالك، ويتخصم عمولات من الصفقه لمجرد انها مفتوحه. بس تاني حاجه بقى هي ان اصلا انت بتشتري حاجه اسمها سي اف ديز، او عقود فروقات سعريه. يعني اصلا السهم اللي انت بتشتريه ده، او الذهب اللي انت بتشتريه ده، انت ما بتشتريش المعدن نفسه، ما بتشتريش العمله نفسها، ما بتشتريش دولار، ما بتشتريش يورو، انت بتشتري سعره. يعني تخيل كده ان انا وانت بنتراهن برضو على سعره، بس بتكسب مقدار الزياده اللي هيحصل. بس ثالث حاجه بقى ان التداول في الفوركس، عشان يعني تتداول بقى في الاسواق اللي هي السبوت ماركتس، او الاسواق اللي انت فعلا ممكن تحط فيها فلوسك، انت محتاج يكون راس مالك كبير جدا. يعني على الاقل، على الاقل خالص، يكون معاك اكتر من 2000 دولار، ودي الفلوس اللي هتبقى يعني بتلعب بيها او بتبقى بتحركها في الاسواق الماليه. فلو انت معاك اي مبلغ، او في اصلا منصه بتدخلك ب 10 دولار و50 دولار و100 دولار والحاجات دي، انت 100% 100% مش بتدخل السوق الحقيقي، بتبقى على نوع من انواع المنصات اسمها البي بوك، ودي مش بتدخلك السوق الحقيقي، هي بتعمل لك بس ايه، ماركت، اسمهم ماركت ميكرز، بيعملوا لك محاكاه للسوق الحقيقي كده، وبتدخل انت صفقات في المحاكاه دي، ما بتدخلش خالص السوق الحقيقي. فمكسبك، خلي بالك بقى من الحته دي، مكسبك بيكون خساره للمنصه، لانك بتراهن قصاد المنصه، وبرضه خسارتك بتكون مكسب للمنصه. فانت بقى لو مهتم بفكره الحساب الاسلامي، او لو مش مهتم بالناحيه الشرعيه، خلي بالك ان فلوسك في منصه عايزاك تخسر عشان هي تكسب. فطبعا الحته دي ايه، خطر قوي قوي قوي. وكل المنصات على فكره من خبرتي يعني بتعمل تلاعبات سعريه كبيره. يعني كل المنصات المشهوره في مجال الفوركس، اكسنس بقى، اكس ام، اكس تي اس، او في منصات كتير قوي بصراحه مش حاضرين في ذهني دلوقتي، ايكويتي مثلا، كل المنصات دي بتعمل تلاعبات سعريه كده عشان تخسرك فلوس، وكلهم يعتبروا بيبو اللي هم ماركت ميكرز، مش بيدخلوك السوق الحقيقي اصلا. عائشه برضو سالتني سؤالين كده، اللي هو عايزه مجال في الفريلانسنج، يعني اسئله مش متعلقه بالاستثمار، بس انا ممكن ايه اقول لك عليها. يعني بصراحه في الفريلانسنج انا بفضل الحاجات اللي هي ليها علاقه بالميديا في الاول، زي التصاميم، الجرافيك ديزاين، المونتاج، فيديوز مثلا، حاجات ريلز وحاجات زي كده. فاتعلمي اي مهاره. عايز تاخدي كورسات، اعتقد في منصه اسمها ينفع، رخيصه جدا وفيها كورسات في كل المجالات اللي في الدنيا. ولو عايزين ان انا اعمل سلسله كده عن حاجات بتجيب فلوس اونلاين واجربها معاكم برضو، ممكن تسيبوا لي في الكومنتس. احمد ثابت بقى بيسال سؤال حلو قوي عن موقف الفضه الايام اللي جايه. بص، السيلفر غالبا زي الذهب بس اعنف شويه. يعني مثلا لو الذهب زاد 5%، ممكن الفضه تزيد 20%، وبرضه لو الذهب نزل 5%، الفضه برضه هتنزل 20%. فهي الفضه عامله زي الذهب في مساله انه لو طلعوا هيطلعوا سوا، ولو نزلوا هينزلوا سوا، بس الفضه عنيفه قوي. بصراحه مش برشح اصلا الاستثمار في الفضه عموما. لو انت راس مالك صغير لازم تستثمر في الذهب عشان العمولات. اما بقى لو راس مالك كبير، يعني لو هتشتري مثلا بنص مليون جنيه مثلا او ربع مليون جنيه، فما فيش مشكله انك يكون جزء من استثماراتك في الايه، في الفضه، عشان العمولات ساعتها مش هتكون كبيره. لكن فكره الجنيه الفضه او الكوين او الأونصة اللي هي 33 جرام او 100 جرام، فبلاش. يعني اقل من ربع كيلو فضه ما تشتريش اصلا، لان هتخسر عموله كبيره جدا على ما ايه تطلع. لكن انا شايف الفضه هتطلع على المدى الطويل 100%. يعني على المدى الطويل انا متاكد ان الفضه والذهب هيبقوا في مناطق اعلى بكتير، حتى لو حصلت انخفاضات، حتى لو هو بينزل بيعمل تصحيحات عنيفه، لكن على المدى الطويل لسه ما زلت متاكد انه
هيكمل صعود. محمود سعيد، ازاي ادخل معاك في الاستثمار في الصناديق الاستثماريه والذهب، واهم حاجه يكون الاستثمار حلال؟ بص يا محمود، اول حاجه محدش هيدخل معايا، يعني انت مش هتديني فلوسك يعني. وعلى فكره انا يعني دي نصيحه عامه بقى، محدش يدي اي حد فلوسه في اي حاجه في الدنيا. يعني مفيش حاجه اسمها هاخد منك 100 جنيه وهرجعها لك 500 والكلام ده، فما تديش لاي حد فلوسك. لكن اللي ممكن تدخله معايا بقى، ان انا اوريدي عندي مجتمع كده VIP، ممكن ان انت تدخل فيه وتاخد يعني كل الامتيازات اللي انت بتحصل عليها جوه المجتمع ده. زي ان انا بقول لك مثلا ايه الصفقات اللي انا بدخلها معظم الوقت، لو في فرص او حاجات تحديث بقولها لك اول باول او اسرع. وكمان بديك دوره صغيره كده ومعاها كتاب صغير تقدر ان انت تستفيد منه، عشان تقدر انك تدخل الصفقات او تبقى مستثمر في البورصه المصريه وفي صناديق الاستثمار دي، وتعرف كمان ايه منها حلال وايه منها مش حلال، ايه اللي بينطبق على او الشريعه او مبادئ الشريعه بينطبق عليه ولا لا، واللجان كمان بتحسب الاسهم الحلال ولا لا ازاي. فكل ده تقدر تنضم ليه برضه. ولو عايز تنضم بقى لمجتمعنا المجاني، هتلاقي لينك مجتمعنا على واتساب في وصف الفيديو. وكمان ما تنساش تتابع القناه.